تست. تيست. الله 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 الله. هو ده الكرسي اللي كان قاعد عليه بتاع النووي؟ ربنا يستر. دخلت هندسه كيمياء في ماليزيا، ما عرفتش اتعايش مع المواقف. لا مش واخدها اللي هو جهاز تسليه وخلاص. برضه نرجع لابويا تاني، الناس الملونه اللي بتضحك وبتهزر 24 ساعه. أنا بعدين اكتشفت ان هم سكرانين 24 ساعه. مش حاجه اسمها هي جت كده. بيبني لك برج ايفل على قواعد خشب وبيعملها كل ده بالذكاء الصناعي، فاهم؟ لان هو ما عندوش مشاعر في الاول وفي الاخر. من سنه واحده ما كانش فيه شات جي بي تي. هو قدم في اكتر من شغلانه ولا واحده سالوه على شهاده الجامعه. فممكن تدرس بجانب حاجه بس تدرس بامانه وبضمير كانك في جامعه يمكن اكتر. ازيك يا عمور؟ الحمد لله والله. الله تمام الحمد لله. انا مبسوط ان انت جاي هنا. بقالنا 3 ايام عايزين نتجمع ومش عارفين. حصل. الحمد لله. عمر مدحت من اسكندريه من مصر، طالب سنه رابعه في هندسه كمبيوتر. والله يا صديقي الثانويه العامه انا كنت طالب سيء. تمام. من اللي هم عارف انت اللي هم بيلموا المنهج في اخر 3 ساعات. هم دول. بس كانت بتظبط الحمد لله. وجبت 82. ما شاء الله. ما جبتش هندسه. تمام. جبت 82 ونص تقريبا. ما جبتش هندسه خاص حتى، لان كانوا وقتها عاملين حوار ان الهندسه الخاص تاخد من 85. تمام. فانا ما رضوش يدخلوني، اللي يطلع بره يا كلب. والله. فانا كانت كبرانه معايا هندسه، وابويا كانت كبرانه معاه اكتر ان هو يدخلني هندسه. فانت كان حلمك هندسه من زمان. بس في الفتره دي انا كنت بحب. ابويا كان جايب لي، ربنا يديله الصحه، ابويا كان جايب لي كمبيوتر من وانا صغير. وانا عندي حوالي 10 سنين كان عندي كمبيوتر، او ممكن 9 سنين كمان. كان عندي كمبيوتر في البيت، كنت بقعد العب واقعد افك واركبه، وهو يقول لي بوظ براحتك عيش حياتك. فاهم؟ ما كانش عندي مشكله ان يعني فاهم. يقول لا بوظ مش مهم، اهم حاجه انك تتعلم البتاع ده بيشتغل ازاي. كان وقتها لسه جديد برضو. انت اما انا كان عندي 10 سنين ده كان 2003 2004 فاهم. بس فكان لسه الكمبيوتر فكرته في مصر واو، فاهم. انا كان عندي كمبيوتر من ايام الدايل اب اللي هو 039، عارف انت؟ ايوه الابيض او التهمه. ايوه هو التهمه ده كان عندي واحد. بس فكنت بحب الكمبيوتر، بس ما كانش لسه فكرته ان هو كان يبقى مجال حياه. ابويا كان عايزني اطلع مهندس كيمياء زيه، وانا كان حلم حياتي ان انا اعرف ان هم افهم الكلام اللي ابويا بيتكلموا بعض. الاثنين مهندسين كيمياء. والدك ووالدتك؟ الاثنين ما شاء الله. فانا كنت عايز اطلع زيهم عشان حاجه واحده بس، افهم اللي هم بيقولوه اما بيقعدوا في البيت مع بعض. اما ده بيرجع من الشغل ده بيرجع من الشغل، الاثنين بيبداوا كلام، انا قاعد الناس دي بتقول ايه؟ انا جالي صداع، فاهم. بس فبعد كده دخلت هندسه الكيمياء دخلت هندسه كيمياء؟ دخلت هندسه كيمياء في ماليزيا. حلو. الثانويه سافرت ماليزيا تكمل كيمياء؟ حصل. والدي سفرني ماليزيا وبتاع. حصل هناك شويه مشاكل، ما قدرتش اكمل ورجعت مصر. دخلت كمبيوتر ساينس. بعد كام سنه في الكيمياء؟ 3 سنين. تمام. يعني كان بقالك تقريبا سنه واتخرج المفروض. رجعت مصر للاسف. قعدت في والدي قال لي ارجع مصر ما تقلقش وما تخافش، هعمل لك كل اللي نفسك فيه في مصر. لان طبعا انت فاهم فرق العيشه بين ماليزيا ومصر. الدنيا صعبه يعني. المهم يعني رجعت ودخلنا في مصر. ابويا دخلني الاكاديميه هندسه كمبيوتر برضه. ما مشيتش معايا، ما عرفتش اتعامل مع الناس، لان كنت اولا انا اكبر واحد في الدفعه. كان سني كبير عن الباقيين كلهم لسه طالعين من ثانويه عامه، فاهم. لسه 17 و16 17 سنه وبتاع، وانا 21 ولا 22 فاهم. كانت فرق سن كبير، زائد اختلاف الثقافه. ده حوار تاني. ان انت واحد كان عايش بره معتمد على نفسه، فانت اوريدي راجل عندك مسؤوليات وعندك دنيا، وواحد بيدور على مستقبله يدور على دنيته. دول لسه شباب داخلين جامعه، شباب روش بقى وعايز يصاحب وعايز يعرف، عايز يشوف دنيا. مش عيب ولا حرام، بس هم لسه عايزين يشوف دنيا. انا شفته وخلصت ودلوقتي بدور على حته تانية خالص، فاهم. ما عرفتش اتعايش مع المواقف. رحت كلمت والدي وبتاع وقال لي يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انت حرام يعني، انت دافعين لك سنه، جرب لاخر السنه وبتاع. جربت اخر السنه. ما حتى المناهج كانت، انا مش بذم في الاكاديميه ومش بذم في حد، بس الفكره كلها ان الموضوع كان صعب وخلاص يعني. بس المناهج كانت بيعلموا حاجات قديمه شويه. ما اعرفش انا ما كملتش بعد كده، بس كان في حاجات بعد كده متقدمه وبتاع، بس في الاول كانت الحاجات صعبه يعني. مش صعبه، عدت عليها خلاص. التكنولوجي بتتغير كل شويه فخلاص يعني. بس فجات لي فرصه ان انا اجي روسيا. اخترت الجامعه بتاعتي، اخترت دنيتي، عملت الريسيرش بتاعي، حجزت تذكرتي وجيت ورسلت الجامعه طبعا وخلصت الفيزا بتاعتي وقلت لوالدي انا كذا كذا خلاص يلا.
اللي خلاني اخش التخصص ده المجال بتاعي، ان انا قلت لك انا كان عندي كمبيوتر وكنت بحب الكمبيوتر دايما. كنت انا بقعد عليه وبضيع كل وقتي عليه، مش لعب يعني. العيال كلها كانت بتلعب، انا كنت بقعد افك واركب واشوف البرامج بتعمل ازاي، وادور في البروجرامينج وادور هنا وادور هنا واقعد فاهم انا عايز اشوف البتاع ده بيشتغل ازاي. مش زي اي واحد اللي هو ايه انا عايز العب وخلاص، اي طفل حتى عمو عندك جاتا، لا ما كنتش كده وقتها. مش واخدها سطح. لا مش واخدها اللي هو جهاز تسليه وخلاص، او جهاز بيقضي المطلوب منه. يعني مثلا بتوع مثلا مش عايز برضه زي ما في حد، بتوع ادبي مثلا بيخش بيستخدم الجهاز الكمبيوتر مثلا، هو عارف ان هو محتاج برنامج الوورد، انا ماليش دعوه بغيره. تمام. انا ما كنتش كده، لا هات لي الوورد ده بيشتغل منين اصلا، فاهم؟ فدي كانت الحته بتاعتي ان انا بحب الموضوع ده. ليه روسيا بقى؟ برضه نرجع لابويا تاني. كان دايما ربنا يديله الصحه كان بياخدنا دايما كل سنه في الغردقه وشرم. كنت بقابل الروس، كنا بنروح وبتاع، فانا اقعد الناس الحلوه اللي بتهزر دي، فاهم؟ الناس الملونه دي، الناس الملونه اللي بتضحك وبتهزر 24 ساعه. انا بعدين اكتشفت ان هم سكرانين 24 ساعه مالناش دعوه بيهم، بس انت فاهم وقتها انت مش فاهم، بس انت عايز تفهم اللغه. وبعدين لما تيجي تشوف اليوفط في شرم والغردقه بتلاقي اليوفط مكتوبه بالروسي، انت عايز تفهم ايه اللغه الغريبه اللي مكتوب بيها دي. انا كنت وقتها بتكلم انجلش وبتكلم عربي، لغه ثالثه واو، وصوتها حلو. يعني انا مثلا واحد ما بحبش الفرنساوي، بحسه لغه طريه شويه يعني، فاهم؟ بتاعت بنات اكتر منها بتاعت رجاله. هو كده اللغه في ودني كده. زي الالماني مثلا لغه بتاعت رجاله بس ما اشوفش ان ينفع نتكلم بيها ست، فاهم؟ وهكذا. فانا عجبني الروسي ان هو لا هو ينفع ده ولا هو ينفع، يعني هو ينفع لغه عاديه، ده كواقع كتون لغه في ودني بس. فعجبني الروسي وحبيت الروسي، وقعدت اقرا بقى عن روسيا ومش عارف ايه، فحبيت روسيا وكان نفسي اجيها من زمان يعني، من قبل حتى الدراسه. فاكر ايام ماليزيا انا قلت لبابا عايز اروح روسيا زياره، هو ما رضاش. سبحان الله لف الدنيا لف وجات لي لحد روسيا بس. دخلت بقى خلاص بقى نكمل بقى. لا والله تخصص جميل بجد يعني. طبعا لقيت نفسك فين؟ لقيت نفسي جدا عن حتى هندسه الكيمياء. لقيت نفسي ولقيت مجالي ولقيت ان هو كمان متطور اكتر، فاهم؟ كنا بنتكلم مع الشباب احنا من شويه فاكر تحت، وما قال لك الارتفيشال انتليجنس دلوقتي بيبني لك برج ايفل على قواعد خشب وبيعملها كل ده بالذكاء الصناعي، فاهم؟ فعن طريق الكمبيوتر تقدر تروح اي مجال ان شاء الله، حتى طب ادرس انت عايزه مش تفرق معاك. غير طريقه تفكيري نفسها. يعني الكمبيوتر بيفكر مثلا 0 1 يعني ما عندوش حاجه في النص، فاهم؟ ودايما بيستخدم اللوجيك اللي هو المنطق، بيمشي كل حاجه بالعقل اكتر، عقلانيا جدا باسلوب بشع، لان هو ما عندوش مشاعر في الاول وفي الاخر. هو عنده الحاجه يا اما كده يا اما كده، ولو كده يبقى ليه كده ولو كده يبقى ليه كده، مفيش حاجه اسمها هي جت كده بمنتهى البساطه. فدلوقتي انا بقى طريقه تفكيري حاليا ان انا يا 0 يا 1، الحاجه يا موجوده يا مش موجوده، ما عنديش حاجه في النص حاليا. والله مش متاكد المصاريف بقت كام في الجامعه بتاعتنا احنا، بس في المطلق يعني في الجامعه بتاعت الروسيا ما بتزيدش عن 210 في الجامعه، 210,000 روبل. بتعتمد على كل جامعه. طيب. وبتعتمد على التخصص نفسه. يعني احنا عندنا جوه الار تي اف في 6 تخصصات هندسه كمبيوتر، اللي هو المعهد اللي هو كليه هندسه حاسبات نفسها. جميل. جوه هندسه حاسبات دي احنا عندنا بقى ايه اقسام كتير. اول صعوبه كانت اول ما وصلت اللغه حاجه شنيعه، فدي كانت اول صدمه حياتي. بعد كده بقى مشاكل المواد نفسها. خلينا نتكلم في حاجه اهم شويه. الرياضيات بتبقى صعبه لو انت مش شاطر في الرياضيات من الاصل. صعبه. في ديسكريت ماتيماتيكا دي ما اعرفش ترجمتها بالعربي، بس هي ترجمتها بالانجليزي برضو ديسكريت، يعني ديسكريت يعني، فاهم؟ هي دي مش سهله خالص. بص عموما المشاكل كلها اغلبها اللي واجهتني في الماتيماتيكا من الاخر. الباقي كله اللي هو الانفورماتكس او البرمجه او السي شارب او وات ايفر اللي هم علمونا عليه، لا كانت الدنيا كويسه لان الجامعه بتوفر حاجات كتير. انا خلاص فاضل لي بعد بكره ان شاء الله اتخرج. باذن الله اتخرج هتناقش المشروع بتاعك. ان شاء الله. طيب. اللي المفروض ولا اللي انا عملته؟ المفروض من اللي انت عملته دي بترجع لكل شخص. ايوه بالظبط، لان انا نفضت الحاجات كتير من اللي هم ادوهم لي. جميل. من الاخر. بص اولا في الجامعه بتاعتنا احنا بالاخص، مش بتكلم على بقيه جامعات روسيا، انا بتكلم على تجربتي الشخصيه. عندنا حاجه اسمها اي في تي ده اسم التخصص بتاعي، بس هم دلوقتي عاملينه حاجه اسمها اي او تي كمان، اللي هو كل طالب بيختار له عايز يدرسه في بعض الاجزاء طبعا. يعني انت مثلا عايز تدرس لغات ايه، خش وامسك فيها براحتك،
فاهم؟ بس في اساسيات لازم تتعلمها. يعني مثلا اول سمستر لازم تاخد سي شارب غصب عن عينك، دي ماده اساسيه لازم تتعلمها. ما فيهاش لا ما بحبش سي شارب، لازم. البايثون لازم اجباري. بعد كده بقى بتاعتك، يعني بقيه اللغات لو انت عايز تكمل لغات بتاعتك. انا ما كملتش لغات الصراحه، لان وقتها ما كنتش عايز ابقى مبرمج اساسا. تمام. بس دول اللغات اللي هتاخدهم اجباري وهتتعلمهم، وهتتعلم كويس جدا كمان، وهيتوفر لك كورسات محترمه جدا جدا جدا. طبعا ليه مستقبل، فرص عمل. انت دلوقتي اصلا بعيدا عن الذكاء الصناعي اللي بيقعد الناس، هيقعد ناس في بيوت كتير، بس في نفس الوقت هيوفر فرص عمل تانية، ده برضو محدش يعرفه. الناس كلها بتقول لك الذكاء الصناعي دلوقتي هيبدل كل المبرمجين. ماشي، هو مش المبرمجين طبعا، المبرمجين عمره ما هيغيرنا لان احنا اللي عاملينه، فاهم؟ فمش عمره ما هيقدر يغير مبرمجين. يساعدنا نحسن البرودكتيفيتي بتاعتنا، لو اللي هو الانتاج بتاعنا هيساعدنا جدا. انا بقول لك كواحد مبرمج دلوقتي لكن كونه ان هو يبدلني لا مش هيقدر. بس ممكن يبدل مثلا ناس زي ديزاينر، يبدل محاسب، يبدل اي حد لو فرض وبدله. هو هيبدل الشخص ده وهيلغي شخصيته، هيقعده في البيت، بس يفتح فرصه ثانيه. مثلا دلوقتي في حاجه اسمها برومبت انجينيرنج، اللي هو ازاي تكتب لشات جي بي تي مثلا. ده محدش يعرف ان في اصلا طريقه مخصصه وناس بتدرس ازاي تكتب له. ما هو النتائج المظبوطه بالظبط، ازاي تستخدمه نفسه. انت معلش اوكي، انا فتحت الموبايل بتاعي كتبت عليه كلمتين ليه، هتلاقيه بيطلع لك رد غريب. فاهمني؟ لكن لو انت ده على فكره ده قسم هندسه، البرومبت انجينيرنج ده قسم هندسه. فاهمني؟ برومبت انجينيرنج ده ادي فرصه عمل يا عم طلعت لك جديده. يعني بس الفكره ان هو ليه مستقبل ليه مستقبل كبير جدا. بعيدا عن الذكاء الصناعي، انت كل حاجه ماشيه في حياتك بالبرمجه. انت دلوقتي الاوتوكاد مثلا، المهندسين المدني بيستخدموا الكاد، بيستخدموا البرامج بتاعتهم وبتاع. اوبر عباره عن ايه؟ اوبر اللي هي بمليارات الدولارات ولا ملايين الدولارات، عباره عن ايه؟ عباره عن ابلكيشن مع تحت ايديها مفيش حاجه، داتا اناليسيس بس. انت شايف ان هو متطور جدا. يعني احنا دلوقتي مش زي من 4 سنين فاتت. يعني بقول لك على حاجه، من سنه واحده ما كانش فيه شات جي بي تي. اي واحد في الشارع تساله يعني ايه ذكاء صناعي، يقول لك ما اعرفش، ده روبوتات وبتاع حاجات بعيده ما شفناش في حياتنا. دلوقتي اي واحد في مصر في الشارع تلاقيه تساله يقول لك يا عم شات جي بي تي، اساله بتاع. ما كانش بيستخدمه اصلا. بالظبط. طبعا بس بشرط واحد، ما تخشوش وانت عشان فلوس. بيجيب، مش هقولك ما بيجيبش، تخصص فلوس ومفيش اكتر منها. بس انت ما تخشوش عشان انت لو دخلته علشان عايز فلوس او عايز تشتغل فلوس مش هتنفلح فيه، لان هو عايز واحد حابب المجال وعايز يشتغل فيه. زي ما جيمي قال برضو، لو انت دخلت في حاجه ما تحبهاش سنه 2 مش هتعرف تكمل ومش هتعرف تطور من نفسك. يعني حتى لو هنا اقول دخلت وضغطت على نفسك عشان تاخد فلوس مش هتعرف تكمل، لان انت مش هتطور من نفسك. ولو ما تطورش من نفسك، احنا عاملين زي الطب، فرق شاسع بيننا وبينهم. بس الحاجه الوسيطه بيننا وبين الطب، او الحاجه المشتركه بيننا، ان هو بيفضل لحد اخر يوم في عمره بيتعلم، واحنا بنفضل اخر يوم في عمرنا بنتعلم. ما لناش علم ثابت. والله انا الدكاتره بتاعتي زي الفل، انا عن نفسي، لان هم ارجع عشان انا ممكن اكل ضرب بسبب اللي هقوله ده. دكاتره زي الفل ودكاتره محترمه جدا. هتلاقي ناس تطلع من اللي معانا في الجامعه تضربني وتشتمني، انا عارف والله هيضربوا. طيب بص يا صاحبي، انت لو بتحضر دكاتره عارفه وشك، واهم حاجه انا هركز، هم مش عارفين اسامي الدكاتره. انت عايز الدكتور يعني يحترمك ازاي؟ برضه الدكتور بني ادم. انت اجنبي، هو عارف ان ده مش جوك. اما تنزله في سنه 35 وتحترمه الساعه 8 الصبح وتركب المواصلات اللي هو عارف انها بتبقى مميته الصبح في الجو ده، وجاي له من بلدك وبتتعلم لغته ومبهدل نفسك، اكيد هيقدر ان انت بتجيله بتعمل ده ويحترمك. اشتغل على نفسك جامد وذاكر ذاكر ذاكر وما توقفش في المجال ده. واهم حاجه ما تضغطش على نفسك في الاول، وتحاول تقرر انت عايز تروح فين في المجال بتاعنا، لان المجال ده جواه فروع كتير. انا واحد من الناس عرفت مجالي في سنه رابعه. يعني انا عرفت انا عايز ابقى ايه في سنه رابعه. بالعكس، هيغير شخصيتك، هيغير اسلوب حياتك، هيغير حاجات كتير في شخصيتك نفسها، وهيغير اهم حاجه هيغير اسلوب حلك للمشاكل نفسها. المشاكل بتبقى عندك بلوجيك اكتر بس مش اكتر. لو انت عارف هتدرس ايه
جامعة، بص، عشان احنا عندنا برضه في مصر دي فيها مشكلة ان هو يعني مثلاً؟ اهم حاجة شهادة الجامعة، اهم حاجة تشتغل بشهادتك، اهم حاجة شهادتك. البرمجة في روسيا او في العموم في بقية دول العالم مش محتاج. مش مهمة، شهادة الجامعة مش مهمة. يعني ده في مصر صاحبنا انت عارفه، بسم الله ما شاء الله عليه، دلوقتي مهندس وشغال مبرمج محترم جدا في شركة، ومتخرج من RTF، يعني متخرج من نفس تخصصي نفس مجالي، او قدم في اكتر من شغلانه ولا واحده سالوه على شهاده الجامعه. والشغلانه اللي هو شغال فيها دلوقتي وترقى فيها مرتين ما شاء الله. لحد النهارده ما حدش يعرف هو معاه. سالوه سؤال واحد بعد ما تعين اساسا، وانت عندك شهاده الجامعه؟ قال لهم اه عندي. قال لك خلاص تمام. ما سالوش في تخصص ايه، ما بصوش على درجات، ما بصوش على انت بصوا على متخرج منين، ايه. بصوا على سكيلز كانت عنده. سالوه اسئله في التخصص بتاعه. تعرف تعمل كده؟ اه وريني قدامي. تمام شكرا. فممكن تدرس بجانب حاجه، بس تدرس بامانه وبضمير كانك في جامعه، يمكن اكتر. اهم حاجه دي بتاعتك انت معاك. وتبقى عارف قبل ما تعمل الحركه دي عشان ما تضيعش وقتك، تبقى عارف هتروح فين وتيجي منين. ماشي يا عم عمور، احنا كده خلاص يعتبر خلاص شبه خلصنا. بس عندنا كده حاجات خفيفة، عايزينك تكتب لنا رسالة أو كود أو حكمة أو مقولة أنت بتؤمن بيها أو تمشي بيها الفترة دي، يعني حاجات تبع التخصص بتاعك. تمام. بكتبش انا على ورق. انا واحد بتاع برمجه. ماشي، أنا هتكتب على التليفون يعني؟ ماشي، يلا بينا. ماشي، ممكن تقول لي رأيك كتبت إيه؟ Technology is the best when it brings people together. التكنولوجيا جامدة جدا لما تقرب الناس، مش لما تبعدهم زي السوشيال ميديا. الله يا سلام. حلوة دي. حلوة دي. جميلة جدا. الله. حلو. ماشي يا عم عمر، تسلم يا عم الحاج. ربنا يخليك يا حبيبي. لا ابدا، رجعنا لك دماغك. تعبك راح يا بس حبيبي. احنا والله مبسوطين ان انت معانا كده، وان شاء الله ربنا يجعلك سبب انك ترشد حد يكون داخل المجال دوت ان شاء الله، وما يتشتتش يعني ان شاء الله باذن الله. فتسلم على المجايه دي، وربك كريم. يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يكرمك. تسلم لي حبيبي. كانت في الاول اول ترم بالظبط، اول ترم ده كان سواد، وبالذات اول محاضره في اول يوم. يعني انا كنت طالع من معهد اللغه، انا فاكر هذا اليوم. طلعت خلصت معهد اللغه، كان في اللي هو فتره الصيف. انا بقى ماشي بقى ايه، انا السفير الروسي في البلد. محدش بيتكلم روسي احسن مني، ولان انا اصلا كنت اوائل دفعه. جميل. يعني فاهم. طالع بقى ايه وبمشي بقى، بخش بقى 109. انت فاهم اللي بقوله؟ فاهم. بخش 109، مين عايز مترجم؟ فاهم. 109 اللي هو مكتب الطلاب. مين عايز مترجم يا جدعان؟ فاهم. اخش اساعد الطلاب بقى ما مفيش حد بيتكلم زي الروسي اساسا. وانا كنت قد كده، دلوقتي اكتشفت. فاهم. فجيت اول محاضره في الRTF، ويطلع لي واحده معيده دكتوره اسمها إرماكوفا. طيب. لو حد بيتفرج علينا عارف إرماكوفا هيعرفها كويس قوي. إرماكوفا دي بيسموها الروس إمينيم. تتكلم يعني انا لما كنت بدخل محاضرتها ما بفهمش حرف. فلو انا داخل انا بقى ايه، زي الروس. ايه الفرق بيني وبين اللي جنبي؟ ده انا مخلص معهد وهو ما مخلصوش. فاهم. خلاص بقى. بس الروسي اللي لقيت الست دي داخله، ايه ده في روسي تاني انا ما اعرفش اللي بتقول ايه. انا ما خدتش الجزء ده. قمت اقول يمكن طب انا اللي مش فاهم مثلا، انا اللي عندي مشكله في الروسي. طب اسال الراجل اللي جنبي يقول لي لا هي انا نفسي مش فاهم. قلت مش فاهم ماده ولا مش فاهم؟ قال لا انا مش سامعها اساسا، يعني هي بتتكلم احنا مش سامعين حاجه.